اهلا بيكم في التايم لاين. معظم اللي بيسوقوا عندهم مشاكل مع الرادار، وده طبيعي لان الرادار بيكتفك على الطريق، ومش بس في اللي يخص السرعة. ده بقى النهاردة ممكن يلقطك وانت مش رابط الحزام او انت بتستخدم الموبايل، وممكن كمان ينوب عن مراتك ويلقطك وانت مش ملتزم بقانون المرور. ازاي يزيحوا حاجة زي دي؟ على فكرة بقى انت رادار مش جدع. يا ترى مين اللي اخترعه؟ ورايح بينا على فين؟ وممكن نزوغ منه ازاي؟ ايه ده انت بس كده وانا هجاوبك على كل حاجة، بس بعد البروم. الرادار في الأصل اختراع عسكري. بدأت حكايته في الثلاثينات لما الفيزيائي البريطاني روبرت واتسون وات نشر بحث بعنوان الكشف عن الطائرات باستخدام موجات الراديو. والبحث ده كان ليه صدى كبير في القوات الجوية الملكية في بريطانيا. وزي الأيام دي وتحديدا في يوم 26 فبراير سنة 1935 روبرت واتسون وات نفذ عرض عملي للبحث بتاعه في حضور قيادات الدفاع الجوي البريطاني. وفكرة اختراعه بتعتمد على إصدار موجات راديو. الموجات دي لما بتصطدم بجسم بتنعكس، وعن طريق قياس السرعة اللي بترتد بيها بعد انعكاسها بيتم تحديد موقع وسرعة الجسم ده. روبرت واتسون وات سمى اختراعه ده رادار، وده اختصار لراديو ديتكشن اند رينجينج، او الكشف وتحديد الموقع باستخدام موجات الراديو. بص احنا نخليها رادار اسهل. بريطانيا كانت اول دولة تستخدم الرادار اثناء الحرب العالمية الثانية سنة 1939، سواء بقى في صد الهجمات اللي قامت بيها القوات الجوية الألمانية لوفتوافه أو في تحديد أماكن الغواصات الألمانية. يعني نقدر نقول إن الرادار هو الاختراع اللي أنقذ بريطانيا أثناء الحرب. بدأت دول تانية تستخدم الرادار في الحرب من سنة 1940 زي ألمانيا وروسيا وأمريكا، لكن الجهاز اللي اخترعه روبرت واتسون وات كان هو الأكثر كفاءة، لدرجة انه اشرف بنفسه على تحسين الرادار الامريكي بعد التعرض لهجمات بيرل هاربر. وفي امريكا كان المهندس جون إل باركر من ضمن المدنيين اللي تمت الاستعانة بيهم في الابحاث لتطوير الرادار اثناء الحرب العالمية الثانية. ولانه كان بيشتغل في شركة لتصنيع اشارات المرور، بعد الحرب طور جهاز الرادار وصمم نوع مخصص لتحديد سرعة السيارات على الطريق، وبدأ يجربه على طريق ميريت بارك واي في ولاية كونيتيكت الأمريكية. وفي سنة 1947 شرطة كونيتيكت بدأت تجرب الجهاز ده، وما صدقوا لقوا جهاز زي ده عشان يحل لهم مشاكل كتير. مشاكل ايه بس يا اسطى؟ الحقيقة ان وضع حدود للسرعة بدأ مع اختراع السيارات تقريبا، لكن قبل اختراع الرادار كانت مراقبة السرعة بتتم بطرق غريبة، وكانت بتسبب للشرطة مشاكل كتير. مثلا كان بيتم تحديد نقطتين على الطريق، وبيتم حساب زمن وصول السيارة من النقطة A للنقطة B، ومنها بيتم حساب سرعة السيارة. أو سيارة الشرطة تمشي على الطريق بسرعة ثابتة وتحسب سرعة السيارات بالمقارنة بيها. المهم ان كل الطرق دي بترجع في الاخر لخبرة ونظرة افراد الشرطة، واوقات بترجع لخبرة ونظرة سائق السيارة برضو. شخلل جيوبك عشان تعدي. فكان طبيعي جدا بدء العمل رسميا بالرادار في مراقبة سرعة السيارات سنة 1949 في ولاية كونيتيكت، واتنقل منها لباقي الولايات ولدول اوروبا وللعالم كله. في سنة 1956 حصلت حاجة غريبة جدا. الفيزيائي البريطاني روبرت واتسون وات اللي اخترع الرادار كان سايق عادي جدا، وفجأة لحقوا ضابط شرطة وقفه وقال له: يا اسطى الرادار لقطك وانت معدي السرعة، اركن لي بقى على جنب. انت بتهزر يا ابني؟ هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي، انت متخلف يا ابني. والموضوع أثر في أخونا روبرت قوي لدرجة إنه كتب قصيدة رساء ساخرة طبعا، موجودة في المصادر في وصف الفيديو اللي عايز يشوفها. يلا بالشفا يا عم روبرت. ومع تطور السيارات وزيادة سرعتها كان طبيعي يتطور الرادار. في سنة 1969 ظهر الرادار الديجيتال،
وده خلى عملية مراقبة السرعة أسهل وأسرع وأدق. وكل ما الرادار بيتطور جهود السائقين المحترمين للزواغان منه بتتطور، والبداية كانت مع تقليب النور. الرادار في الوقت ده كان ثابت، فكانوا ضباط الشرطة بيختاروا مكان متداري كده على الطريق ويقعدوا يصطادوا اللي يعدي السرعة. فكان السواق اللي بياخد باله من مكان الرادار بيقلب النور لزمايله عشان ينبههم بمكان الرادار. والطريقة دي كانت ناجحة لحد سنة 1972. بعدها ظهر الرادار المتحرك، وده كان بيتركب في سيارة الشرطة وبيقدر يراقب سرعة السيارات على الطريق أثناء الحركة. في سنة 1975 ظهرت رادارات كي باند اللي بتستخدم ترددات أعلى وبتلقط إشارة أوضح في وسط الزحمة حتى في وجود شاحنات ضخمة. لكن في سنة 1977 سواقين الشاحنات في أمريكا واللي كانوا بيستخدموا أجهزة الراديو للاتصال قبل ظهور الموبايلات لاحظوا إن أجهزة الراديو ممكن تستقبل إشارة الرادار، وبدأوا ينتبهوا لأماكن الرادار قبل ما يوصلوا له أصلا. وده كان أول جهاز تحذير من الرادار. وبقى الإقبال على أجهزة الراديو تاريخي يا فندم، وبقى في كل سيارة تقريبا. وفي سنة 1989 ظهرت الرادارات اللي بتستخدم الليزر أو لايدار، اختصار للايت ديتكشن اند رينجينج. ودي بقى كانت الصاعقة يا صاحبي، لأنهم في التسعينات بدأوا يدمجوا بين اللايدار والكاميرات الديجيتال، والموضوع اتطور لحد ما وصلنا للمشهد ده اللي هو ناقص يطلع لك من الكرسي اللي وراك. لكن الناحية التانية الزواغان اتطور برضه، وتقليب النور بتاع زمان بقى ابليكيشن وسيرفرات ومواقع. في نوفمبر سنة 2007 المهندس الأمريكي بيتر تينيريلو أطلق تطبيق ترابستر اللي بيسمح للمستخدمين بإدخال بيانات عن مواقع الرادارات والكاميرات، وفي نفس الوقت بيرسل إشعارات لباقي المستخدمين عن المواقع دي. في أكتوبر سنة 2010 تطبيق ترابستر بقى عليه أكتر من 17 مليون مستخدم. وفي ديسمبر سنة 2010 اشترته شركة نافتك اللي كانت بتمتلكها شركة نوكيا في الوقت ده. وفي سنة 2011 تم اختراق سيرفرات تطبيق ترابستر، وتم اختراق ملايين الإيميلات الخاصة بالمستخدمين، وده أدى لإغلاق ترابستر بشكل كامل في سنة 2014. لكن محاولات الزواغان ما وقفتش، وظهر جهاز التحذير من الرادار، وده تقدر تركبه في السيارة ويلقط إشارة الرادار والكاميرات وينبهك بمواقعهم قبل حتى ما توصل ليهم. الخبر الوحش بقى إن عقوبة حيازة الأجهزة دي في مصر حبس 3 شهور وغرامة 500 جنيه طبقا للمادة 75 مكرر من قانون المرور. وشكلها كده ما فيهاش زواغان يا صاحبي، لأن في المستقبل اللي جاي أصعب وأصعب. هو في أصعب من كده؟ في بريطانيا حاليا بتجرب كاميرات متصلة بالقمر الصناعي، طبعا بالتكلفة الحالية دول قليلة جدا اللي ممكن تطبق الفكرة دي، لكن متوقع في المستقبل ان التكاليف تقل والفكرة تنتشر في العالم كله. وعشان ما تتقفلش تماما من المستقبل متوقع كمان زيادة معدلات الأمان في صناعة السيارات وهندسة الطرق، وده هيؤدي لزيادة السرعة المحددة. متهيألي كده تبقى صفقة معقولة، ولا انت ايه رأيك؟ في النهاية لو عجبك الفيديو اشترك في القناة، اعمل اللايك، شير الفيديو لأصحابك، وما تنساش تشوف المصادر وتكتب لي رأيك في التعليقات. سلام.